عندي ليكوا خبر حلو قوي. الاول صباح الخير يا ابطال، وحشتوني. من حوالي اسبوع جالي شاب انا كنت رافع عليه قضيه لمراته، ومتطلقه في المحكمه ومحكوم لها بكل الحقوق والموضوع خلصان. قال لي انا عايز ارجع مراتي، انا بحبها وعاوز بنتي وحاجات من دي. انا خدت حسن النيه وقلت له امين وانا في ظهرك ومعاك. روح لفلان وفلان وابعتهم لابوها واقعدوا مع بعض واتكلموا وتعالى على نفسك تكه، عشان انت جاي بعد ما كل حاجه خلصت، فما حدش هيقول ان انت عندك حسن النيه. المهم ربنا وفقهم وراحوا قعدوا مع الراجل والراجل وافق وجولي. قلت لهم يلا بينا، انا مش هقف ضد واحد عايز يلم بيته. حددنا ميعاد امبارح وقعدنا امبارح. ما تخافش يا مصطفى، انا مش هقول اسمك عشان ما بطلعش اسرار موكلين. المهم قعدنا امبارح وكان معانا الشيخ عبد الفتاح السجيعي، وقعدنا نتفق. شوفوا بقى اللي حصل، وشوفوا لما تبقى الناس عايزة بعض بس العند بيولد الكفر زي ما بيقولوا. إيه، الراجل ساب كل حاجة، أبو البنت ولا خد متجمد نفقة ولا خد حاجة، ولا قال له لا أنت لازم تجيب دهب عشان أرجعها، ولا قال له لا أنا عايز عفش جديد، ولا أي حاجة من دي. والولد كان موافق بكل حاجة. اللي هتقوله أنا موافق بيه. كتبنا قايمة جديدة وكتبنا ورق ورايحين النهاردة نتنازل عن القضايا، وياخد مراته وبنته ويرجعوا شقتهم ويعيشوا وربنا يبعد عنهم الشر. طب نستفاد ايه من الموضوع ده؟ ان المحكمة مش اخر طريق. لا، انت ممكن الموضوع كله ينتهي وربنا يريد فكل حاجة ترجع تاني.